في الفيديو ده هنقول مع بعض اسرار من اسرار تصوير الافراح. حقيقي الحاجات دي انا جايبها لكم من ابو طالب شخصيا. حد هيطلع يقول لي ازاي؟ كان في ورك شوب قبل كده معموله من صاني، كانت لابو طالب، كانت توك كده. كان في مصورين كتير قوي راحوا حضروا الورك شوب دي، وانا كنت منهم. انا قلت اروح كده اشوف ايه الدنيا. السبب الرئيسي اللي كان مخليني اصلا اروح الورك شوب دي او ان انا اسمع ابو طالب ان انا اعرف هو فعلا ازاي بيفكر في السيشن بتاعه، وان هو ازاي بيفكر يطلع صور شكلها عامل كده، وان هو دايما بيفاجئنا بكادرات جديده في كل الاماكن. حتى لو احنا صورنا فيها قبل كده بنروح نشوف كده ايه ده، الحاجه دي انا ازاي ما خدتش بالي منها قبل كده. فهو ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. فالفيديو ده ان شاء الله هيفيدكم كويس قوي كده، فحضر مشروبك المفضل ويلا بينا. دلوقتي في 2 مصورين، واحد اسمه احمد وواحد اسمه محمد. دلوقتي احمد مركز قوي في ان هو يشتغل على نفسه في التصوير، وان هو يتعلم قواعد التصوير، وان هو ازاي يتعلم قواعد التكوين، وازاي يصور ويفهم الكاميرات بتشتغل ازاي. بيتعلم بقى فوتوشوب، وان هو ازاي يظبط الكالر تون، وازاي يعمل ريتاتش. بعد ما اتعلم كل ده حط لنفسه السعر اللي هو شايف ان هو مناسب ليه ومناسب لخبرته في التصوير، وبيحاول ان هو يشتغل. على الناحيه الثانيه المصور الثاني اللي اسمه محمد اتعلم فوتوشوب واتعلم تصوير وظبط نفسه في كل حاجه، ولكن كمل على كل ده واتعلم ازاي يعمل لنفسه اعلانات، وازاي يسوق لنفسه، وازاي يخلي العميل اللي يجي يتكلم معاه يكون مبسوط ومرتاح في التعامل معاه، ودي اسمها الكاستمر سيرفيس. فبالتالي محمد بقى يجي له شغل كتير، واحمد يا دوب بيتشحتف على اوردر واحد في الشهر. وهو ده يا صديقي اول درس اتعلمته من ابو طالب، وهو ان التصوير مش كل حاجه. يعني اللي بيعرف يجيب لنفسه شغل هو اللي بيكسب في اللعبه في الاخر. زمان كان العميل يجي يقول لك انا مثلا عايز اشوف الصور بتاعتك، انت بتشتغل حلو ولا لا. يشوف الصور، لو حلوه تمام، لو وحشه خلاص هيشوف غيرك. لكن دلوقتي الحياه اختلفت. دلوقتي لازم تدي حاجه اسمها كاستمر اكسبيرينس، يعني بالبلدي كده لازم تظبط العميل. يعني لازم تهتم بالعميل وتفهم هو محتاج ايه عشان تقدر تعمله له، ولازم يحس ان قلبك عليه وان انت هتقدر تساعده في كل حاجه هو محتاجها. عكس واحد تاني شاطر بس مش مهتم. والله انت جيت سالتني على الاسعار بتاعتي، ايه الاسعار مناسبه معاك تمام، مش مناسبه معاك خلاص، انت ما ردتش انا سكت، خلاص الموضوع انتهى ومات. فمن هنا هتجيب نفسك شغل ازاي؟ من هنا بقى تستنتج ايه؟ تستنتج ان احنا ما بنذاكرش تصوير. غلط. اللي انا عايز اقوله يا صديقي انك تذاكر وتطور من نفسك في التصوير وكل حاجه وتخليك مميز، ولكن ما تهملش جانب الكاستمر سيرفيس والماركتينج. تخيل كده انك داخل فرح وشايف المصور اللي موجود لابس هودي مثلا زي ده، ولابس مثلا جينز، ممكن كمان يكون اتبهدل شويه في السيشن وهدومه مبقتش نظيف، ومثلا مش مهتم بشكله. فانطباعك عنه هيبقى ايه؟ انطباعك عنه اول حاجه اكيد ان هو ده يا دوب واحد جاي يصور ياخد له كام صوره ويقدر ليله وخلاص خلصت. هو عامل حسابه ان هو هيكون ورا الكاميرا، مش هيطلع في الصور بتاع الكلام ده كله. فاشيك ليه بقى والبس حاجه تأيد حركتي ومش عارف ايه؟ فليه؟ فالسؤال هنا، هل المصور ده هتجيبه في فرحك؟ اكيد لا. وهو ده الدرس التاني اللي انا اتعلمته من ابو طالب. شكلك في الفرح حرفيا عليه عامل كبير قوي في شغلك، وده عشان حاجتين. اول حاجه العميل اللي انت بتصوره شايف ان انت حد مهتم بشغله ومهتم بمظهره، ومش رايح فرحه وانت لابس اي حاجه وخلاص. يعني ليه تبقى رايح فرح حد انت بتشتغل معاه او بتصور له ولابس اي حاجه كده وخلاص في الفرح؟ فليه؟ العميل ده هيحس ان انت مش جاي تشرفه، انت يا دوب جاي تصور وخلاص خلصت. وعشان كمان الناس اللي موجوده في الفرح، الناس دي هتشوفك، فهتشوف ان انت يعني واحد لابس كاجوال كده وسط المعازيم وسط الناس كلها. فايه ده؟ لما يكون شكلك حلو ومهندم كده، ممكن الناس تيجي تقول لك والله احنا محتاجين ناخد رقم تليفونك عشان مثلا فرحنا قرب، عايزين مثلا نعرف اسعار الباكجات عندك، نقدر نتواصل معاك ازاي، مش عارف ايه الكلام ده كله. بعد كده مثلا لما تصور وتخلص الصور، انت اتعرفت كده ان انت المصور، كنت لابس بدله وشكلك شيك وبتاع، فطبعا شافوا الصور. بعد كده ممكن يجي حد يسال العريس مثلا والله احنا عايزين رقم المصور ده عشان شغله حلو وكان شكله كويس، فده حد هيشرفني في الفرح. فشكلك هيكون ليه عامل كبير قوي في الفرح اللي انت فيه، ده ممكن يجيب لك شغل تاني. اخر حاجه بقى، وهي اللي انتوا اصلا داخلين الفيديو عشانها، وانا سبتها اخر حاجه عشان مهم قوي تسمعوا الكلام اللي فات ده. وعلى فكره ابو طالب برضو لما كنا في الورك شوب ساب برضو الموضوع ده اخر حاجه. مش مهم ان احنا نتكلم على الصور قد ما مهم ان احنا نفهم الحاجات دي في الاول، عشان زي ما قلنا ان التصوير مقارنه بالحاجات دي كلها هو بياخد اقل نسبه في كل ده. ركز بقى عشان اللي جاي ده هو حرفيا انا هديكي ايه الزتونه. التصوير يا صديقي 90% منه تحضير وتغذيه بصريه.
و10% بس تطبيق اللي انت هتروح تعمله في الفرح. بس لو فهمت هتحضر ازاي للصور بتاعتك، هتقدر ان انت تطلع صور حلوه. هيكون السيشن خلاص اترسم كده في دماغك، وانت عارف انت رايح تعمل ايه بالظبط. فبناء على كده انت خلاص رايح هنصور الصوره دي هنا، هنصور الصوره دي هنا، هنصور الصوره دي هنا، وهيكون عندك القدره بقى ان انت ممكن تيجي حاجه معينه في دماغك زياده. لكن لما تكون رايح مش محضر، فانت يعني متوتر، مش عارف انت هتصور هنا ولا هتروح تصور هنا. طب اخد الكلوزز الاول، طب اخد حاجه وايد، انا كنت شفت حد عمل حاجه هنا قبل كده، طب اصور دي. طب انت مش مرتب، وانت مش مرتب كل حاجه تقريبا هتقع منك. هتعمل حاجه من كل حاجه، العميل مش هيكون مهتم والله ان انت لو هتجيب المكان كله قوي، فدي حاجه اكسترا عملتها اوكي، ما عملتهاش عادي مش مشكله. بس هو اهم حاجه عنده الصور بتاعتي حلوه، شكلي حلو في الفرح، مراتي شكلها حلو في الفرح، خلاص الموضوع خلص. لما جه بقى ابو طالب يتكلم عن صوره، اكتشفت ان هو بيتكلم عن موضوع كده. ليه بقى؟ عشان هو قال والله انا لما باجي اصور بستعمل قواعد التكوين. انت كادراتك تستعمل فيها قاعده من قواعد التكوين، الصور بتاعتك تطلع حلوه. فاللي هو جه في دماغي كده اللي هو جمله، يعني حبيبي stick to the basics، يعني التزم بالقواعد. انت لو التزمت بالقواعد دي كلها تقدر ان انت تطلع صور فنيه وحلوه. انا زمان لما كنت بتعلم تصوير وجيت اسمع يعني ايه اصلا قواعد التصوير، او يعني ايه تكوين وبتاع والكلام ده كله، فهمت ان ده اللي بيفرق ما بين واحد بيصور صور عاديه وواحد عنده فن، يقدر ان هو يطلع الصوره والله الصوره دي حلوه، الصوره دي فنيه. فايه بقى اللي هيخليك تعمل صوره فنيه؟ هي قواعد التكوين. انا اتكلمت قبل كده عن كتير من قواعد التكوين، هتلاقوها موجوده في الفيديو اللي هيطلع لكم من هنا، ولكن خلونا برضو مع بعض نشرح كده شويه صور. بالمناسبه قبل ما نروح للصور، عادي جدا ان انت تقدر تستعمل اكتر من قاعده تكوين في صوره واحده، وانا شايف ان دي ممكن تبقى بلس زياده. فكون ان انت تقدر تعمل اكتر من قاعده تكوين في صوره واحده فدي حاجه حلوه جدا. فلو اتكلمنا مثلا عن صوره زي دي وقسمناها زي ما موجود قدامكم كده، فهنقدر نقول ان الصوره دي بتستعمل الرول اوف ثيرد، او بمعنى اصح زي ما بنقول كده بالعربي نقاط القوه، اللي هي النقط اللي بيكون متقابله فيها الخطوط دي كلها. هم 4 نقط، انت بتختار نقطه واحده تحط عليها السبجكت بتاعك، وتقدر ان انت تصور، هتطلع معاك صوره حلوه قوي. الصوره دي حقيقي فيها قواعد تكوين كتيره. اول حاجه مثلا لو اتكلمنا زي الصوره اللي فاتت، فاحنا برضو هنقول ان دي على واحده من نقاط القوه اللي هي النقطه اللي تحت قدامكم دي. تاني حاجه لو قسمت الصوره برضو ل3 اتلات زي ما موجود قدامكم كده، هتلاقوا ان الجزء اللي تحت من الارض واللي عليه الاهرامات واخد تلت بس من الصوره، وعندنا السماء واخده تلتين، فدي عندنا احنا بنسميها تلت وتلتين. تالت قاعده تكوين برضو موجوده في الصوره دي هو خط الافق. شايفين الخط الفاصل ما بين الارض والسماء لازم يكون مستقيم، ما ينفعش يبقى مايل، عشان لو مايل كده التكوين باظ. فابو طالب بقى قرر ان هو يعلي على الموضوع ده كله، بدل ما يسيب السماء فاضيه. طب ليه؟ طب ما نحط دبل اكسبوجر، وطلعت الصوره فنيه بالشكل ده. انت مش لازم تعمل كل قواعد التكوين دي كلها على فكره، انت ممكن تكتفي بواحده بس، ولكن مره في مره في مره هتيجي صوره زي دي برضو هتلاقيها نقاط قوه. صوره زي دي برضو هتلاقي فيها كذا حاجه، هتلاقي فيها نقاط قوه على السبجكت اللي هو العريس، وهتلاقي برضو ان في فريمنج على العريس وفي فريمنج على العروسه. صوره زي دي مثلا برضو حلوه جدا، فيها حاجه احنا ما اتكلمناش عنها في الصور اللي فاتت، وهي السيمتريه. لو انت مثلا عملت خط بالطول في نص الصوره، فانت هتلاقي الجنب اللي على اليمين هو بالظبط الجنب اللي على الشمال. وعلى فكره لو عملت كمان خط في نص الصوره بالعرض، هتلاقي ان فوق زي تحت بالظبط، عشان الريفلكشن اللي موجود تحت. الريفلكشن ده تقريبا كده معمول بموبايل، فكره الصراحه حلوه قوي. صوره زي دي مثلا حد يقول لي طيب هو ليه سايب فراغ كبير قوي في الصوره؟ احنا ما بنحبش كده. الصوره دي فيها ممكن 2 من قواعد التكوين، فيها فريمنج، لو لقينا مثلا الستاره يمين وشمال فدي عامله فريمنج، وفي نفس الوقت لو قسمنا الصوره بالطول هنلاقي ان الجنب اليمين هو بالظبط الجنب الشمال، فدي هنقول عليها سيمتريه. لو عودت نفسك ان انت تقرا الصور بالشكل ده بالتكوين، هتلاقي ان الموضوع سهل، وتقدر ان انت تظبط نفسك في الموضوع ده. على فكره لو عايزين ان احنا نتكلم عن التحضير، ازاي اصلا تحضر للشوت بتاعك عشان تقدر تطلع صور فنيه زي كده، اكتبوا لي في الكومنتات وهحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل. فالقواعد دي كلها تقدر ان انت تستعملها في الصور بتاعتك عشان تطلع بصور فنيه. حاجه اخيره كمان، لازم تفهم الاضاءه وتعرف تتعامل بيها ازاي، عشان لما هتدخل الاضاءه في تكوين الصوره بتاعتك حقيقي انت كده وصلت. بس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في كومنت، ولو لسه مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتشغل الجرس عشان ما تفوتش الفيديوهات الجديده، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. سلام.